السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان السلام النفسي. السلام النفسي هو الحلم اللي كلنا بندور عليه وسط الزحمة والضغوط والقلق. هل ممكن نعيشه بجد؟ الإجابة أيوة. بس يا ترى فين السلام النفسي اللي كلنا بندور عليه؟ هل هو في الفلوس الكتير، ولا في السلطة والنفوذ، ولا في السفر والمتعة؟ الغريب إن في ناس معاها كل ده وبرضه مش عايشة بسلام، وناس بسيطة جدا لكن وشوشهم منورة وقلوبهم مرتاحة. السلام النفسي مش حلم بعيد، ده أقرب ليك مما تتخيل، لأنه موجود جواك لكن محتاج مفاتيح تفتحه. سلامك النفسي هو اللي يخليك تواجه الضغوط بابتسامة، وتعدي المصايب وانت ثابت، وتنام بالليل مرتاح البال. موضوع حلقتنا النهاردة هو رحلة لقلبك، مش مجرد كلام، لأ، ده دعوة تعيش تجربة السلام النفسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف عاشوها، واللي ناس كتير حوالينا النهاردة بيلمسوها. تعال نبدأ سوا الأربع مفاتيح اللي يفتحوا لك باب السلام النفسي. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو الكلام ده لمس قلبك اكتب لي رأيك في التعليقات. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الطمأنينة بالذكر. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الذكر هو سر الحياة الحقيقية. القلب من غير ذكر يبقى فاضي وموحش مهما كان عندك من متع الدنيا. الذكر مش لازم يبقى ساعات طويلة، ممكن تبقى دقايق صادقة من قلبك، بس بتغير مزاجك وحالتك كلها. لما لسانك يتعود يقول سبحان الله والحمد لله، قلبك يهدى زي لو كنت بتطفي نار مشتعلة. الذكر بيخلي العلاقة بينك وبين ربنا حية، وده أعظم مصدر للسلام. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه كان عبد ضعيف بيتعذب في رمضاء مكة، والجلد بيحترق من النار، ومع ذلك لسانه بيقول أحد أحد. المشهد ده بيورينا إزاي قلب مليان بذكر الله يقدر يعيش في أمان وسط أصعب الظروف. الطمأنينة اللي جواه خلت عذابه يتقلب لنور وإيمان. ده أكبر دليل على إن السلام النفسي مش من الظروف، ده من ذكر الله. شاب كان غرقان في قلق وتفكير، مش بيعرف ينام. جرب أدوية ووسائل استرخاء ومفيش فايدة، لحد ما بدأ عادة بسيطة. بعد الفجر كل يوم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. بعد أسابيع لقى قلبه بيتغير، النوم اتعدل والأفكار السوداء اختفت تدريجي، وبيقول: لقيت راحة عمري اللي كنت محروم منها. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو عايز تعيش السلام النفسي بجد، خلي لسانك راتب بذكر الله. ما تقولش مشغول، دقيقة واحدة تكفيك. جربها من النهاردة، وانت سايق، وانت ماشي، أو قبل ما تنام. هتحس إن قلبك بينضف من الهم والقلق. ما تستناش الظروف تتغير، غير قلبك بالذكر، وهتشوف ازاي حياتك كلها هتتبدل. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الرضا والتسليم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يعني الرضا هو المفتاح الذهبي للسلام. الرضا مش معناها انك تستسلم وتسيب السعي، لكن انك تعمل اللي عليك وتسلم قلبك لله. الراضي مش بيتكسر قدام المصايب، لانه شايف حكمة ربنا وبيثق فيها. اللي بيرضى يعيش في غنى داخلي حتى لو معهوش حاجة، واللي مش راضي يفضل تعبان حتى لو عنده كل حاجة. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. آل ياسر تعذبوا في مكة تعذيب شديد لدرجة إن أم عمار استشهدت، لكن قلبهم كان راضي بحكم ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الرضا خلاهم يعيشوا بسلام وسط النار، وعاشوا على وعد من الله إن النهاية جنة وراحة أبدية. في ست بسيطة فقدت ابنها الوحيد في حادث، كان ممكن تنهار وتفقد عقلها، لكن أول كلمة قالتها: إنا لله وإنا إليه راجعون. مع الوقت
الرضا خلاها تعيش بسكينة غريبة رغم ألمها. كانت دايما تقول ابني أمانة رجعت للي ادهالي، والنهاردة بقت سبب في صبر عشرات الأمهات اللي عاشوا مواقف زيها. واللي عايز أقوله لحضرتك إن الرضا مش سهل، لكن هو اللي يخليك تعيش في هدوء حقيقي. لما يجرى لك موقف صعب افتكر إنك في إيد اللي أرحم بيك من نفسك وأرحم بيك من أمك. جرب تقول قدر الله وما شاء فعل، وصدقني هتحس إن حمل كبير اتشال من قلبك. الرضا مش بيغير الواقع صحيح، لكنه بيغير قلبك ويخليه يعيش في سلام. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي البعد عن المعاصي. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. المعصية بتسرق من قلبك السلام حتى لو محدش شافك. ساعات تحس بضيق مفاجئ وتفكير ملخبط وقلق ملوش سبب، ده أثر الذنب. الطاعة بتديك نور داخلي يخليك مرتاح. الاستغفار بيمسح الحزن من قلبك زي ما المطر بينظف الأرض. علشان كده السلف كانوا دايما يرجعوا بسرعة للتوبة. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. الإمام الحسن البصري كان بيقول: إني لا أعرف ذنبي في خلق دبتي وفي امرأتي. كان يقصد إن الذنب بيظهر في تفاصيل حياته الصغيرة، وكان أول ما يحس بدي يرجع لربنا بالاستغفار فورا. سلامه النفسي مش كان في الظروف، لا، لكن في سرعة رجوعه لربنا. في شاب عاش سنين غرقان في معاصي وسهرات، كان دايما مكتئب ومتوتر حتى مع إن حياته باين إنها حلوة. يوم ما تاب ورجع لربنا بيقول: لقيت راحة عمري في أول ركعتين صليتهم بصدق، ومن وقتها وقلبه مرتاح حتى في أبسط الظروف. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو بتسأل نفسك ليه مش لاقي سلام، بص على قلبك. هل فيه ذنوب معلقة؟ سيبها وارجع. كل ذنب بيسرق منك قطعة هدوء، والطاعة بترجع لك السلام اللي مفتقده. صدقني مفيش حاجة في الدنيا تستاهل تعيش قلقان علشانها. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي القرب من الله بالدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو خط الحياة بينك وبين ربك. لما ترفع ايدك وتكلمه بتحس انك مش لوحدك. الدعاء مش بس طلب، ده بيفرغ قلبك من الهم ويملاه طمأنينة. حتى لو الدعاء ما اتقبلش زي ما انت عايز، احساسك انك قريب من ربنا كفاية يديك راحة. الدعاء سلام. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقضي الليل في الدعاء والبكاء. رغم فقره الشديد كان بيعيش بسعادة وسلام نفسي يحسدوا عليه الملوك. سره كان بسيط، الدعاء خلاه دايما قريب من ربنا، والقرب ده أكبر مصدر للراحة. مها بنت جامعية كانت بتعاني من قلق مزمن وأرق. الأطباء قالوا لها الحل نفسي وأدوية. بدأت تدعي بدعاء بسيط قبل النوم: يا رب هون عليا. بعد شهور لقيت نومها اتظبط وقلقها بيخف. النهاردة بتحكي: الدعاء هو العلاج اللي غير حياتي، مش الحل النفسي ولا الأدوية. واللي عايز أقوله لحضرتك، جرب تتكلم مع ربنا زي ما بتتكلم مع أعز صحابك. ما تستناش اللحظة المناسبة، كل وقت مناسب. حتى دعاء قصير زي يا رب ارزقني سلامة يفتح لك أبواب راحة. الدعاء مش بيغير بس قدرك، الدعاء بيغير قلبك. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: السلام النفسي مش حلم بعيد، ده واقع ممكن تعيشه لو عرفت مفاتيحه. الذكر والرضا والبعد عن المعصية والدعاء 4 مفاتيح بسيطة لكنها عميقة وعظيمة، يفتحوا لك باب الهدوء الداخلي اللي محدش يقدر ياخده منك أبدا. السلام النفسي مش معناه غياب المشاكل، لكن معناه إن قلبك يبقى مطمن حتى وسط المشاكل. ما تنساش، سلامك النفسي هو أعظم نعمة تقدر تهديها لنفسك. ولو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك، شارك الحلقة واعمل لايك وسيب تعليق تقول لي فيه تجربتك. يمكن كلمتك توصل لغيرك وتكون سبب في إنه يعيش السلام اللي بيدور عليه. وأخيرا أدعو الله: اللهم يا من بيده السكينة والطمأنينة، أنزل على قلوبنا سلامك واملأ أرواحنا بنورك. اللهم اجعل ذكرك راحة لنا، ورضاك غاية لنا، وطاعتك ملجأ لنا.
اللهم ارزقنا قلبا راضيا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة بلقائك. اللهم اجعلنا من الذين إذا ضاقت بهم الدنيا وسعهم قربك، وإذا داهمهم الهم حماهم لطفك. اللهم ارزقنا السلام الداخلي الذي لا يزول، والرضا الذي لا ينقطع، واليقين الذي لا يتزعزع، حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين يا رب العالمين. ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو تكتب لي رأيك في التعليقات. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.